أما على الصعيد الشخصي فأنا لم أؤذي مدنيا على الإطلاق. قاتلت في جبهات متعددة، وأنا قاتلت بنحو أكثر من 20 سنة، وقاتلت بشرف، بل بالعكس تماما. كنت أواجه المخاطر وأعرض نفسي للخطر أنا وكل من معي كي لا يتعرض المدنيون للخطر. وهذه المعركة الأخيرة التي شاهدتموها عندما كنتم تجلسون هنا في السنة الماضية وذهبت الأجندة إلى مكان آخر، فأعتقد أن المعركة كانت كلها رحمة. هل رأيتم في زمانكم إرهابي يجهز خطة بأكملها خلال 11 يوم يدخل إلى حواضر ومدن كبرى مثل حلب وحمص ودمشق وحماة والدير والرقة وعفوا لاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء دون أن يتأذى إنسان واحد؟ ودخلنا في معركة عسكرية، ومعركة عسكرية صفتها الهدم والدمار والقتل. إنسان واحد لم ينزح من هذه المدن والقرى والبلدات، فهل هذا عمل إرهابي؟ نحن بأيدينا كسرنا قيود السجون التي كانت تعذب الناس وتغتصب النساء وتغتصب الأطفال داخل هذه السجون. نحن من حرر، نحن كسرنا قيد السجن صيدناي الذي كان يحرق عظام الناس بالأسيد. لكن الازدواجية في المعايير بعض الأحيان، أعتقد أن الواقع قد كذب كل هذه المقالات، وأدرك العالم نهاية بأن هذه السياسة كانت خاطئة وهذه التوصيفات كانت خاطئة، فلذلك أجمع مجلس الأمن على رفع توصيف الإرهابي عن العبد الفقير.